السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض المنين بالعجوه. معانا بوله هنحط فيها معلقتين كبار من الخميره الفوريه، وعليهم ميه، وعليهم نص معلقه من السكر، وهنقلبهم كويس جدا وهنركنهم على جنب لما يفوروا. وبعد كده هننخل الدقيق، كيلو دقيق معانا، هنحط عليه كوبايه من السمنه والزيت. هنجيب طبق وهنحط فيه السمنه وعليهم زيت، وهندخلهم الميكرويف يسخنوا معانا. وبعد كده هنجيب سمسم، خليط كده من السمسم وبذر الكتان وبذور الشيا وحبة البركة، وهنقلبهم كويس، وهنحط منهم على الدقيق وهنقلب. وهنحط معلقتين من اللبن البودر، وبعد كده هنحط معلقة من بيكنج باودر وربع معلقة من الملح، وهنقلب كويس. وبعد كده هنحط ننزل عليهم بالسمنة والزيت وهم سخنين، وهنقلب كده بالمعلقة لحد ما يتجانسوا مع بعض. وبعد كده هننزل بايدينا وهنفضل نبس في الدقيق والسمنة لحد ما الدقيق يختفي خالص والسمنة هتغلي في الدقيق. نبس على ايدينا كده الاتنين كويس جدا. وبعد كده هنشوف الخميرة بتاعتنا اختمرت. لازم نختبرها قبل ما نحطها في الدقيق، علشان لو بايظة مش هتشتغل في العجينة. هننزل عليها على الخليط بتاعنا وهنقلب. طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني، في دقيق بياخد كمية كبيرة من المية وفي نوع لأ. هنقلب كويس جدا وهنلمها. ولو احتاجت مية تانية هنحط لها ونشتغل بايدينا اسهل. هنفضل ندلك في العجينة كده لحد ما تلم معانا، وكل ما نلاقيها نشفت في ايدينا هنحط لها مية تاني. هي الدقيقة دي بتاخد مية كتير، شربت السمنة وشربت المية مية الخميرة، هننزلها على السيليكون ده عشان نقدر نتحكم فيها وندلكها كويس. طبعا عجينة المنين بتبقى تقيلة شوية في الايد وبتحتاج تدليك كتير علشان تتلم، فاحنا ممكن نقسم العجينة دي لقطع صغيرة ونبدأ ندلك فيها. هناخدها قطع كده على ايدينا نقعد ندلك فيها لحد، يعني الفتافيت دي كلها ده دليل على انها لسه ناشفة ومحتاجة مية وما تلمتش. فاحنا خدنا الجزء الصغير ده وهنبدأ ندلك فيه وهنحط لها مية عشان تتلم معانا. طبعا بذر الكتان وبذور الشيا وحبة البركة ليهم فوائد كبيرة، والسمسم طبعا. يعني كل واحد حسب ما بيفضل. في ناس تحط بذور اليانسون، وفي ناس تحط الشمر وكمون. اي نوع بذور يعجبكم حطوه يعني، بس انا كان متوفر عندي البذور دي ومش بستخدمها في حاجة. فلقيت ان افضل طريقة ان انا استعملها ان انا احطها في عجينة المنين. هندلك كويس جدا العجينة لحد ما تتلم معانا وتضطر. طبعا هناخدها كلها كده حتة حتة، جزء جزء، علشان ايه ما تبقاش تقيلة على الايد.
هي صراحة اللي عايز يعمل يقوي عضلات ايده يشتغل في العجينة كلها مرة واحدة، واللي مش قادر يقسمها لأجزاء. ده نوع عجوة هو جاهز كده على الفرد على طول. جبت ورقة من الزبدة وفردته كده عليها على قد نفس مساحة العجينة اللي انا هعملها. وهفرد بعد كده العجوة عليها كده. العجينة بتاعتنا طرت معانا وسيبناها ترتاح شوية، وبعد كده هنبططها، هنفردها. طبعا احنا هنخلي السمك بتاعها متوسط، لا خفيف قوي ولا تخينة. والعجينة كده بعد ما فردناها هنبدأ نحط عليها العجوة بتاعتنا اللي احنا فردناها برضو على ورقة من الزبدة وهنظبطها على قد العجين، على قد العجينة اللي فردينها. وهنبدأ نعملها رول. طبعا احنا هنعملها جزء جزء لان العجينة معانا كبيرة. ده اول جزء من العجينة عملناه رول، وهنبدأ نظبطها معانا. دلوقتي البلح او العجوة باينة من العجينة، وده مش هينفع لان العجوة دي ممكن تتحرق في الفرن. بنحاول ندخلها جوه العجين وبندريها خالص. وبعد كده هنعمل جزء تاني رول. والجزء اللي عملناه هنقطعه. هنظبط العجينة معانا، ودي مية هنمشي على الفرشة كده على الرول بتاعنا. وبعد كده هنرش عليه خليط السمسم، وطبعا بذور الكتان والشيا وحبة البركة. والمية بتخلي البذور دي تمسك في العجينة. طبعا هنحط مية تاني على العجينة عشان نلفها كلها وهنظبطها تبقى نفس السمك. وهنبدأ نقطعها قطع صغيرة بالشكل ده. وده الرول التاني نعمل برضو نفس الموضوع، نمشي بالفرشة اللي فيها مية على العجينة عشان البذور تلزق معانا. الشكل ده بيفكرني بالعسلية اللي فيها سمسم دي، اللي كنا بناكلها واحنا صغيرين. هنكمل بقية العجينة اللي معانا، نعمل رول تالت. ده احنا ممكن نعمل العجينة دي كلها رول مرة واحدة، بس هنسويها ونعملها بنفس السمك. طبعا هي طلعت كبيرة، الرول طويلة قوي معانا، فهنقسمه نصين علشان نقدر نعملها. بعد ما خلصنا العجينة بتاعتنا هنبدأ نحط كده بيض من على الوش.
وهندخلها الفرن على درجة حرارة 200. ما بتكملش حاجة، يعني ربع ساعة بالكتير وممكن اقل. بتستوي. طبعا هنحطها في الرف الوسطاني، يعني اهم حاجة انها تبقى بعيد عن الشواية عشان تستوي الاول، بعد كده نقربها من الشواية. وبكده المنين بتاعنا انتهى، وده كان الشكل النهائي. ويا رب يكون عجبكم، وبألف هنا. وياريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله نتقابل في اكلات تانية جديدة. ده الشكل النهائي للمنين، هش جدا ويا رب يكون عجبكم، وبألف هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.